بيبدأ المسلسل سنة 2013 يوم 7 ابريل مع عيلة قاعدة في المطار ومستنيين الطيارة بتاعتهم عشان يرجعوا بيتهم اللي في نيويورك، وبيسمعوا في ميكروفون المطار ان بسبب ضغط الحجوزات واختلاف جدول المواعيد فبعض الركاب هيضطروا يستنوا الرحلة 828 اللي هتتحرك متأخر شوية. وبيكون في محققة شرطة اسمها ميكيلا مسافرة نيويورك ومعاها بين اخوها وابنه كال المصاب بمرض اللوكيميا واللي ليه اخت توأم اسمها اوليف، وبيبقوا هيركبوا في رحلة الطيارة رقم 828 وبيسيبوا باقي عيلتهم يتحركوا بدري عنهم في طيارة تانية، وبتركب اوليف طيارة تانية وبتسيب كال يركب طيارة 828 وبتتحرك الطيارة بكل ركابها. وقبل ما يوصلوا نيويورك بتقوم عاصفة قوية جدا وبتضرب الطيارة لدرجة انها بتخلي الطيارة تتهز هزات قوية كأنها تتدمر، وكل انوار الطيارة بتطفي وبتشتغل انوار الطوارئ، وبيترعب كل الركاب اللي فيها وبيخافوا من انهم يموتوا. لكن بعد مدة بيستقر الجو وبتهدى الطيارة وبترجع من تاني لحالتها الطبيعية وبيكملوا طريقهم للمطار. وبيحاول الطيار انه يتواصل مع اي برج مراقبة خاص بالمطار عشان يهيأ له مسار مناسب ينزل فيه، لكن المراقب اللي الطيار بيكلمه بيستغرب جدا لما بيسمع ان رقم الرحلة هو 828 وبيبلغ الطيار ان المسار جاهز لطيارته، واما ينزل هيلاقي قوات جيش واسعاف وعربيات طوارئ، وبتنزل الطياره بسلام في المطار. وبيكون مستنيهم فينس من وكاله الامن القومي الامريكيه عشان يحقق في اللي حصل، وبيبلغ الركاب ان الطياره اتحركت 7 ابريل 2013 وكانت مفقوده من لحظه اقلاعها بسبب اختفائها من على اجهزه الرادار، وان تاريخ اليوم هو 4 نوفمبر 2018 والطياره كانت مفقوده لمده 5 سنين، وكل الركاب اتسجلوا كمفقودين والبلد اعتبرتهم ماتوا لان ما لهمش اي اثر. وبيبقى كل الركاب مش مصدقين اللي بيتقال لهم وان اكيد ده مقلب بيتعمل فيهم، لان الكلام اللي سامعينه من فينس ما يتصدقش نهائي، لكن بيشرح لهم فينس الموقف وانه مش بيهزر وما عندوش اي تفسير للي حصل لهم، وبيكون فاكر ان الركاب عارفين ايه حصل لهم، عشان كده بيتم بدء التحقيق معاهم وبيتم الفحوصات على كل الركاب، وبيتم اكتشاف ان الركاب ما كبروش في السن ولا يوم وكانهم دخلوا في فجوه زمنيه نقلتهم لسنه 2018، وان الطبيعي يبقى عمرهم زاد 5 سنين اللي هي مده اختفائهم، لكن ده عكس اللي حصل معاهم. وبتبقى وكاله الامن فاكره ان الركاب عندهم تفسير للي حصل وايه تم معاهم، لكن بيفضل الموضوع مجهول لكل الركاب والوكاله، وبيفضل كل الركاب قاعدين في مخيم تحت المراقبه وبيتم التحقيق مع كل واحد فيهم، وبتفضل اجابتهم كلهم واحده انهم مش فاهمين اللي حصل لهم. وبعد مرور 36 ساعه من التحقيقات بيكون الخبر انتشر في الاخبار وكل المدينه عرفت اللي حصل للرحله 828، وبيبقى اهالي الركاب كلهم وصلوا المطار عشان يشوفوا اهلهم وقرايبهم اللي كانوا فاكرينهم ميتين من وقت طويل، ودي بتبقى حاجه ما حدش مصدقها لانها ما حصلتش قبل كده. وبيقابل بنته اوليف واللي بتبقى في سن المراهقه، وبيكون كال مصدومه ما بيشوف اخته التوأم بقت اكبر منه وضعف طوله كمان، وبتبقى جريس مرات بنت مبسوطه جدا انها شايفه قدامها جوزها وابنها عايشين من تاني، لكن فرحه بين واخته ميكالا ما بتستمرش كتير لانهم بيعرفوا ان والدتهم اتوفت من سنتين، وكان الخبر صعب عليهم جدا فبيتحركوا فورا على بيتهم اللي اتغير تماما عشان يرتاحوا فيه من كميه الارهاق اللي كانوا فيها المده اللي فاتت. وبالنسبه للطياره فبتكون تحت الفحص على امل ان العلماء والمهندسين يلاقوا اي حاجه غريبه فيها، لكن بيلاقوها عاديه جدا وما فيهاش اي مشكله او حاجه خارقه تخليها تخترق الزمن بالشكل اللي حصل لها ده. وبتكون ميكالا قلقانه على جيرة خطيبها لانه ما جالهاش المطار عشان يستقبلها زي باقي الاهالي، فبتروح على مركز الشرطه اللي كانت بتشتغل فيه قبل اختفائها فورا عشان تدور على خطيبها، وعرفت من زمايلها اللي رحبوا بيها جدا بمناسبه رجوعها عليهم من سنين ان جيرد اترقى في شغله ومش موجود في المركز بسبب تحقيقه في قضيه خطف بنت من حديقه بيتهم، وهو المحقق الرئيسي في القضيه دي. ده غير ان ميكيلا بتعرف ان خطيبها اتجوز صديقتها المقربه من سنه وبتتضايق لانه بالنسبه لها ان خطيبها كانت لسه سايباه من ايام مش من 5 سنين. وبيكون بين اول حاجه يعملها بعد ما بيرجع بيته هو انه ياخد ابنه كالو وبيطلع على الدكتور عشان يكشف على ابنه، وهناك بيعرف ان في خلال السنين اللي اختفى فيها بقى فيها علاج لمرض اللوكيميا، ده معناه ان ابنه هيتعالج ويعيش اكتر من 6 شهور بس. ودخلها بينه ومراته جريس مبسوطين جدا ومش مصدقين نفسهم من الفرحه، وبتبقى ميكيلا راجعه لبيتها وبتبقى راكبه الباص وسامعه صوت بيقول للسواق انه يبطأ، وفجاه الصوت بيعلى لدرجه ان ميكيلا هي اللي بتزعق في السواق وبتطلب منه يقف حالا. وبيبقى في نفس اللحظه في طفل بيعدي الشارع وبيجري ورا الكره بتاعته، ولولا ان الاتوبيس وقف كان السواق هيدوس الطفل ويموته. وبعدها بروح لساني باحثه في مجال الطب كانت موجوده في رحله رقم 828 برضه، وبتبقى رجعت لمكان شغلها بعد سنين، وبتلاقي ان البحث العلمي اللي خلصته قبل ما تختفي تم تطبيقه خلال السنين اللي فاتوا وساعد في علاج السرطان، وكل زمايلها في الشغل نظموا ليها حفله ترحيب بمناسبه رجوعها. وبيجي تاني يوم الصبح وبتنزل ميكيلا تجري شويه وبتعدي على كلبين بيهوهوا عليها جامد من ورا سور، وبتسمع الصوت اللي في دماغها للمره الثانيه وهو بيقول لها انها تحرر الكلاب من ورا السور، وبتفضل تفكر في الصوت لكن بعدها بتكمل جري، وبيستمر يومها عادي لكن الصوت ما بيوقفش وبتضطر انها لازم تروح للكلاب. وفي نص الليل بتروح ميكيلا للكلاب تاني لكنها بتلاقي بين اخوها هناك وبتعرف منه ان هو كمان بيسمع نفس الصوت زيها، فبيقرروا يكسروا البوابه ويحرروا الكلاب، وبيتفقوا سوا انهم ما يقولوش لاي حد بخصوص الصوت اللي بيسمعوه، لان لو حد عرف اللي حصل لهم وان فيهم حاجات غريبه ده هيخليهم عرضه للفحوصات والتجارب. وتاني يوم البوليس بيشوف فيديو تحرير الكلاب اللي حصل امبارح من كاميرات المراقبه، وبيعرف جيرد ان ميكيلا هي اللي حررت الكلاب، واما بيروح لها عشان يعرف هي ليه عملت كده ما بيكونش عندها اي رد لسؤاله، لكن البوليس قدر انه يلاقي الكلاب ورجعهم لصاحبهم تاني واعتذروا له. وبيبقى بين بيحاول يحسن علاقته ببنته اوليف وراح لها مباراه كره القدم بتاعتها وبيحاول يقرب منها ومن حياتها لكن بهدوء، لان بعد اختفائه هو وكال اضطرت
اوليف انها تتعالج نفسيا لكذا سنه عشان تقدر تتحمل الصدمه. وبتبقى ميكيلا وجيرد رايحين لصاحب الكلب عشان ميكيلا تعتذر له عن تصرفها، لكن اول ما بتقرب من الكلاب بتسمع نفس الصوت تاني عشان تهربهم، وبتضطر انها تكسر الباب اللي قدامها وبتفتحه عشان تحررهم، لكن بتلاقي قدامها البنتين المخطوفين من كذا يوم، وبتكتشف ان الصوت كان بيقول لها تحرر البنات مش الكلاب. وبيتصدم جيرد من اللي بيشوفه وبيقبض على الخاطف اللي حاول يضربه لكن قبض عليه في الاخر. وبتيجي قوات الشرطه والكل بيعرف اللي ميكيلا عملته، وبترجع من تاني لشغلها لانها قدرت تحل القضيه بعد رجوعها بوقت بسيط. وفي نفس الوقت بعض الناس اللي كانوا ركاب في الطياره بيجي لهم صداع شديد، وبيبقى في حاجه جواهم عايزاهم يروحوا المطار حالا، ولما بيوصلوا بيتصدموا انهم كلهم وصلوا في نفس الوقت، وفهموا ان كلهم حسوا نفس الاحساس وعملوا نفس التصرف سوا. ووقتها بتنفجر الطياره قدامهم بدون سبب او تفسير. ولما وكاله الامن القومي بتعرف اللي حصل وان الانفجار ده كان في وجود 20 راكب حققوا معاهم كلهم من اول وجديد، وكانت اجاباتهم كلهم زي بعض، وهي انهم حسوا انهم عايزين يجوا المطار بدون سبب، وتم الافراج عنهم بعد 10 ساعات من التحقيق، لكن اتحطوا كلهم تحت المراقبه عشان يتاكدوا انهم مش مخبيين حاجه. وتاني يوم بيسمع بين صوت معين في دماغه ومحدش غيره كان سامعه فما بيهتمش، وبيكمل يومه عادي. وبيروح هو وجريس وكال ابنهم لجلسه الكيماوي، وهناك بيقابلوا ساني وبيعرفوا انها كانت في الرحله، وبيتفاجئوا لما بيعرفوا ان كال بيتعالج بفضل بحثها في مجال السرطان. وبعد ما الجلسه بتخلص بيكون بين ماشي في الشارع وبيسمع نفس الصوت في راسه، وبيقرر انه يمشي ناحيه مصدر الصوت لحد ما بيقابل راد مغني في الشارع كان معاهم على نفس الرحله برضه، وبيعرف منه انه ساب ابنه اديو اللي عنده 13 سنه قبل ما يسافر مع جاره، وبسبب اللي حصل له في الرحله بعد عن ابنه مده طويله، واما رجع يدور عليه لقى مسجون ومفيش حد راضي يساعده عشان يشوفه. وبيطلب بين من جيرد انه يساعد راد عشان يشوف ابنه من خلال علاقاته. واما بيقابله بيعرف راد من ابنه انه بريء وان تم اتهامه ظلم بسرقه محل المجوهرات اللي كان شغال فيه، ولان بين صدق كلام اديو قرر انه يحاول يساعده وكلم اخته عشان تفتح قضيته وتبص عليها بنفسها. لكن ميكيلا بتلاقي ان كل الادله ضد اديو فعلا، ده غير انه استخدم بطاقه مزوره عشان يتعين في الوظيفه اصلا، وده اكد الجريمه عليه انه زور بطاقته عشان يشتغل في محل المجوهرات وبعدها يسرقه. وبيروح راد لابنه تاني يوم السجن وبيقول له ان كل الادله ضده، لكن اديو بياكد له انه ما سرقش حاجه من المحل وانه زور البطاقه بس عشان يشتغل شغلانه احسن من اللي كان فيها، ومستحيل يقدر يسرق حاجه من المحل، وبيفضل مصر على براءته. وبيجي الليل وبتكون جريس جايبه لعب كتير جديده لكال عشان يلعب بيها لان كل حاجته كانت جريس رمياها لانه اختفى سنين كتير، وبيكون كال قدامه لعب كتير لكن بيفضل متضايق لانه مشتاق لحاجته القديمه زي مجموعه الصخور ومجموعه الالعاب الصغيره بتاعته. واكتشفوا من اوليف اخت كال التوأم انها كانت شايله اغلبيه حاجته في مخزن بعيد عن البيت، وانها ما قدرتش ترميهم او تتبرع بيهم لحد لانها حاجات اخوها، وكان من ضمن الحاجات حاجه ملك داني صديق جريس واللي كان حبيبها وقت غياب بن، وان المخزن كله باسم داني نفسه. وبيعرف ان مراته كانت مرتبطه بواحد وسابتهم هو رجع لها، وقبل ما يبداوا ينقلوا الحاجات بره المخزن بيسمع بن نفس الصوت بتاعه من تاني، وبيبقى رنه غريبه لكنه بيحس انها رنه حقيقيه بتاعت موبايل حد جنبه. واما بيمشي ناحيه الصوت بيلاقي واحد واقف قدامه مجوهرات كتير تبع المحل اللي تم اتهام اديو بسرقتها، وان الشخص اللي واقف هو ابن صاحب المحل وهو الحرامي. وفي لحظتها بيقدر بين انه يقبض على الحرامي ده، وبيبلغ البوليس واخته ميكيلا عشان يقبضوا عليه. وبعدها بفتره بيتم الافراج عن اديو لانه بريء فعلا زي ما كان بيقول، وبيبقى راد مبسوط جدا. وبتبقى ميكيلا في بيتها وبتفتح بروفايل الفيسبوك بتاعها وبتلاقي بروفايل صاحبتها قدامها، وانها كانت دايما بتكتب قد ايه مفتقده صاحبتها ميكيلا وما نسيتهاش ابدا، وده فكرها بالصداقه اللي كانت بينهم. وبتفضل تعيط وبتقرر انها تروح لها بيتها وتتكلم معاها، وبتقول لها انها مسامحاها على كل اللي حصل منها. وبيبقى بين هو كمان عارف قصه داني صديق جريس، وبيروح يتكلم مع مراته وبيقول لها انه مش بيلومها انها ارتبطت بعد ما اختفى، واكيد عملت كده عشان تتخطى المحن والتعب اللي واجهتهم في غيابه. وبتكون جريس ممتنه جدا انه فاهم تصرفها ومش زعلان منها. وبعدها بنروح لواحده اسمها كيلي، وهي واحده من ركاب رحله 828، وتبقى المتحدثه الرسميه باسم الركاب، وبتبقى طالعه في برامج تلفزيونيه كتير عشان تتكلم باسمهم. ودايما كانت بتلوم الحكومه انهم مخبيين عليهم معلومات مهمه ومش مهتمين بانهم يعرفوا حقيقه اللي حصل لهم. وفي اثناء ما كيلي بتتفرج على الاخبار بيجي واحد من ظهرها وبيقتلها، وبتيجي الشرطه عشان تحقق في قضيه قتلها، وبينتشر خبر موتها في الاطفال، وبيخاف بين ان جريمه القتل تكون مرتبطه بركاب الرحله بس. وبيبلغ جريس مراته انها تخلي بالها من نفسها ومن كال كمان، وده لان قتل كيلي ممكن يكون له علاقه انها من ركاب رحله 828. وبيجي تليفون لبين من ثانيه وبتقول له ان في نوع بروتين غريب في تحليل دم كال ابنه، وان البروتين ده ظهر بعد رجوعه من الرحله. وبيقرروا ان المعلومه دي لازم تبقى سر بينهم هما الاثنين ومحدش يعرفها لحد ما يعرفوا سببه ايه. وبعد كده بيروح بين وميكيلا على مسرح الجريمه الخاص بكيلي، لكنهم بيلاقوا فينس هناك وبيمنعهم من دخول البيت، وده لان القضيه بقت تبع وكاله الامن القومي الامريكيه. وبتحاول ميكيلا انها تتكلم مع كيلي جوزها، وبتروح تاني يوم بيته وهو بيحضر الجنازه بتاعت مراته، وبيقول لهم انه متاكد من فكره قتل مراته ان ليها علاقه بالمقابلات اللي كانت بتعملها ومهاجمتها للحكومه. وبتبقى ميكيلا قررت انها لازم تعرف سبب موت كيلي والقاتل كمان، لان اكيد ليه علاقه قويه بالرحله رقم 828، وان القاتل ممكن يكون عنده معلومات قويه وتفسير عن اللي حصل في الرحله. وفي الجزء الثاني من المسلسل هنكمل لكم باقي الاحداث.